الجزء اللي فات عرفنا ان بطلتنا شيان اتنقلت لعالم تاني، والعالم ده بيحكمه الطاغية المسمى بيو جينج، وهو امبراطور بيطمح بضم الامبراطوريات المجاورة له. وبما انه طاغية مش بيرحم، فاكيد جنوده مش بيرحموا كمان. وعشان كده شيان كانت في مشكلة في الجزء اللي فات، ويو جينج من الواضح كده انه اعجب بيها وما كانش عاوز منها تمشي، ولكن شيان بتهرب منه. بس النهاية ما كانتش مبشرة، وحاليا ما نعرفش شيان على قيد الحياة ولا لا، وده اللي هنعرفه دلوقتي. ويلا بينا نكمل. بعد ما وقعت شيان من فوق الجبل، بتصحى في اوضتها وبيكون اهلها وصديقها موجودين. وطبعا شيان ما كانتش مصدقه ان اللي حصل معاها ده حقيقي، بس الموضوع بيعدي. وبتروح شيان تفك عن نفسها شويه، وبيكون زشوان معاها ويلعبوا مع اصحابهم على الشاطئ لحين ما شيان تتعب وتاخد استراحه. ولكن بتسمع اصوات غريبه وبتلاحظ ان المكان بيضلم عليها. شيان ما بتقدرش تتحمل، فبتصرخ باعلى صوت ليها. بيدخل زشوان وبيحاول يهدي شيان، الا ان شيان تقول له ان في حد بينادي عليها، وبتساله اذا كان سمع الصوت ده. ولكن زشوان بيقول لها انه ما سمعش اي صوت. فشيان بتتجاهل الامر وبتمشي. ولكن زشوان بيحس ان في حاجه اتغيرت في شيان، وخايف انها تختفي منه فجاه. بياخدها اعلى الجبل وبيعترف بحبه ليها، وبيعرض عليها الزواج، وبيتعهد ليها انه هيحميها ويحبها ويكون مخلص ليها للابد. وشيان بتوافق على عرضه، الا ان بيحصل حاجه فجاه، وشيان بدات راسها بتؤلمها، وبتسمع الاصوات اللي بتنادي على اسمها مرة تانية. وبيظهر ايد من الارض وبتحاول تروح لشيان، ولكن زشوان بيمنعها، الا انه ما بيقدرش يتخلص منها. فالايد بتروح رميهم هما الاتنين من فوق الجبل، وينتهي الامر بان شيان بترجع لعالم جينج مرة تانية. وفي الوقت ده بيكون يو جينج بيدور على شيان، وامر الحراس انهم يجدوها باي طريقة. لكن واحد من الحراس بيقول ليو جينج ان البنت اللي ذات العيون الذهبية وقعت من فوق الجبل، فاكيد يعني هتكون ميتة. وهنا يو جينج اول ما سمع الكلام ده كان هيقتل الحارس، لكن يو جينج بيكون حزين لانه ما قدرش يمسك ايدها قبل ما تقع. وفي الوقت ده بتكون شيان في الغابة اللي قريبة من القصر اللي كانت فيه، وبتكون مش مصدقة انها رجعت للكابوس ده تاني. وفي اللحظة دي بيلاقوها الحراس، والشيان بتهرب بسرعة. اما البنت الشيان دي عليها حتة رجلين. شيان كانت ناوية تهرب، بس حظها اوفر للمرة القادمة. اديني حسبت البنت. بيمسكها الحراس وبيروحوا بيها للقصر، بس الحمد لله بتشوف الوزير المرة دي مش يو جينج، ولكن الوزير بيرسل للملك انه يجي لانهم وجدوا ذات العيون الذهبية. المهم عمنا شياوروي بيكون مشغول التفكير بحل مشكلة تمرد اللاجئين في مقاطعة كان، ولكن هيقتل الناس الغلابة دول عشان كانوا بيتمردوا على الحكم. بس شيان بتقوله ان عندي الحل، بس بشرط ما تسلمنيش ليو جينج. فبيقول لها لو اعجبني اقتراحك ساعتها هفكر. فبتقوله شيان الناس بتتمرد عشان هما مش لاقيين طعام ولا مأوى، وبما ان المنطقة دي جديدة للزراعة فيوظف اللاجئين دولت عشان يشتغلوا فيها، وبكده مش هيتمردوا على الحكم. شياوروي بيلاقي ان كلامها 100%، وبما ان البنت دي مفيدة فمستحيل يخليها تمشي. فبيأمروا الحراس ياخدوها ليو جينج. الله عليك يا شياوروي، عملت اللي كل المتابعين عاوزينه. المهم الاخت شيان كانت بتهرب مرة تانية، بس شياوروي عبقري واداها منوم عشان مش بيجي مع شيان غير كده. القائد مينج بيكون متعصب من شيان لان الملك قاعد يدور عليها لمدة شهر، واهمل اعماله في الامبراطورية وساب كل طموحاته وقعد يدور على الاخت شيان. وبيقول نخلص الموضوع ده وقتل البنت دي لاني شكلها كده واكله عقل الملك، فخلينا نخلص منها بسرعه. بس الشياوروي بيوقفه ويقول له ان البنت دي احتمال تكون اللي ذكرت في الكتب على انها النبوءه المنتظره، وانها لو اتحالفت مع الملك فاكيد هتخلي امبراطوريه جينك اقوى امبراطوريه في العالم، وممكن تغير الملك. وانت اكيد عارف يا عم مين ان الملك لما كان صغير كان وحيد وامه واخوه خانوه عشان العرش، فانت خلي البنت دي كده وملكش دعوه باللي بيحصل. وعلى كلامهم ده بيوصل يو جينج وبيروح لشيان اللي فكرها ميته، بس لما يلمس وشها فبيعرف انها لسه حيه. طبعا شيان بتصحى وبتفكر ان اللي قدامها ده هو زشوان، بس في الاخر بتكتشف ان هو يو جينج، فبتبعده عنها وبتقول له هو فين زشوان. وهنا يو جينج بعد ما سمع انها بتدور على راجل تاني ركبوا مليون عفريت، ولا حد دلوقتي يقدر يخلي يو جينج يهدى. فبياخد شيان ويقول لها حاضر هدور لك على الراجل اللي انت قاعده تدوري عليه، بس لما الاقيه ساعتها هجيبهولك ميت قدامك. وفي اللحظه دي في مكان ما بيكون في حد نايم على السرير وشكله كده زي الزشوان. بيصحى وبيطلع ان هو امير مملكه شا، ومش بيفتكر شيان اول ما بيصحى، وكأن ذكرياته مع شيان كانت مجرد حلم قصير الامد. تاني يوم بتروح شيان مع يو جينج القصر، وبتكون شيان سرحانه بطريقه تحاول تهرب بيها، بس يو جينج بيقول لها حتى لو قعدت تفكري في الهرب انا مخلي قدام غرفتك جيش كامل من الحراس، وريني ازاي هتهربي منه. طبعا وانفي
بتشوف شيان مع يوجينج وبتكون بتغلي من الغيظ لان يوجينج اعترف بان شيان محظية ليه رسميا. بس ازاي وان البنت دي كل ما اقتلها بترجع تاني؟ وانفي هنا مش بتستسلم وتقرر ان المرة دي هتحاول تتخلص منها. نرجع لشيان اللي بتحاول تهرب عشان ما تقضيش ليلتها الاولى مع الملك، بس الحرس بيوقفوها وبتسمع ان الملك قرب من غرفتها، فبتترجى الخادمة يوري انها تساعدها. بس للأسف بيتفاجئوا كلهم ان الملك وصل، فالحرس والخادمة بيمشوا ويسيبوا شيان لوحدها مع الملك. بس شيان خربتها الصراحة، وهي بترجع ورا رجليها بتنزلق وبتقع، بس يوجينج بيمسكها ويقول لها انه اشتاق ليها في الايام الماضية، وبما انها محظيته فهو هيعمل ليها اي حاجة هي عايزاها بس بشرط انها تفضل معاه دايما. فشيان بتقطع الجو وبتقوله انه هيبقى عنده في المستقبل محظيات كتير، فانا ايه لازمتي وقريبا هعود لعالمي تاني. يوجينج مش بيعجبه الكلام وبيمسك شيان ويقول لها ان خلاص انتي بقيتي محظيتي غصبا عنك. بس شيان بتطلع السكينة اللي خبتها منه وتكون بطعنه، وهنا يوجينج بيغضب جدا لانه ادى لشيان الامان بس هي طعنته، فبتقوله مستحيل اكون محظيتك لاني ليها عيلة وشخص بتحبه وعاوزة ترجع ليهم. وهنا يوجينج بيغضب على شيان ويهددها بقتل عيلتها كلهم، فشيان بترد عليه وتقوله بكرهك، ويوجينج بيسمع الكلمة دي منها وبيقول لها تخرس. طبعا على صوته العالي بيدخل الحراس وبيشوفوا حالة الملك، وهنا يوجينج بيأمر باعتقال شيان وبيدي لشيان اخر فرصة ليها انها تكون معاه، يا اما كده هيدخلها السجن ومش هيساعدها. بس شيان بتفضل السجن على انها تكون مع يوجينج وتقوله انها تثبت ليه انها تقدر تعيش من غير مساعدته ليها. فيوجينج بيكتم غضبه ويقول لها هنشوف ازاي هتقدري تنجي لوحدك، وبعدها بيمشي ويسيبها. في الفيديو الجاي بنعرف ايه مصير شيان بعد ما رفضت يوجينج، هل هتعيش في السجن وتعدي المحنة اللي هي فيها ام هي هترضى انها تكون محظية الملك؟ وده اللي هنعرفه المرة الجاية. فاتمنى ما تنسوش انكم تشتركوا بالقناة وتكتبوا تعليق يشجعني لاستمر بهذه السلسلة. كانت معكم ايمي، الى اللقاء.